السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع فلفل. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا ما بيتعاندش. امبارح الأهلي اتغلب وكان يستحق الهزيمة وكلنا اعترفنا وقلنا. طبعا جماهير الزمالك والإعلامي الزملكاوي والدنيا اتقلبت، والأهلي يعني اتعمل له فرح ب100 لنضة. النهارده الزمالك اتغلب، سبحان الله. الزمالك يتغلب بكل سهولة من فريق لسه طالع من الدرجة التانية، وادي دجلة، مع كل احترام طبعا لفريق وادي دجلة. فريق بقاله 4 سنين في الدرجة التانية يطلع يكسب الزمالك، مع ان انت مغلوب امبارح من بطل افريقيا. يعني بص المقارنة في الكلام، سبحان الله، اللهم لا شماتة. امبارح كانت حفلة معمولة على الاهلي، حفلة معمولة على الاهلي، وسبحان الله النهاردة الزمالك استحواذ 40-60 لوادي دجلة، وانفراد في اخر الماتش كان ممكن يخلي النتيجة 3-1 ويطلعوا يعني مش عايز اقول كلمة مش ظريفة، ويعني ولا اداء ولا مستوى ولا شيكوبانزا ولا اللاعب البرازيلي اللي جاي من مع كان بيلعب مع كريستيانو رونالدو قدام بعض في المنتخب البرتغالي والبرازيلي، ولا كل ده. انا والله اول لما اللعيبه دي جت وشفت الماتش، شفت اول ماتش ليهم، قلت ده حلاوه روح كده، اللي هم الواد بيجري كده وبيتنطط الواد البرازيلي وشيكوبانزا ومش عارف، قلت كل ده ولا حاجه وهيبانوا على حياتهم، وفعلا بنوا على حياتهم. وطبعا زي برضو بفكركم ان زي ما قلنا من 3-4 ايام او 5 ايام، النهارده اداره الاهلي عملت الصح مع جمهورها ومع لاعيبتها، وانقذت الفرقه واقلت المدرب. فكل الشكر للإدارة، وربنا يوفقهم إن شاء الله يجيبوا مدرب محترم يليق باسم النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي في أفريقيا، لأن النادي الأهلي كبير وعايز مدرب كبير. وبشكر نادي الزمالك اللي هيكون سبب النهاردة بهزيمته دي في فوقان النادي الأهلي. يعني هو سبحان الله، هو الزمالك مش عايز، هو كده، هو أساسا طبعه إن هو يبقى التاني. يعني الزمالك أساسا طبعه إن هو يبقى التاني، ما بيحبش يبقى الاول. يا دوبك هو طلع اسبوع كده وبعد كده خلاص نزل تاني، ويا عالم اول فريق بيلعب كرة محترمة كسب الزمالك، ولسه اللي جاي يعني. فاحنا ما نقعدش نتكلم بقى على الناس وانتوا اساسا يبقى اساسا ما فيش اصلا خالص كورة ولا لعب ولا اداء ولا اي حاجة وماشية معاكم كده. بشكر الادارة تاني مرة، وربنا يوفقهم وان شاء الله يختاروا مدرب محترم يليق بسمعة النادي الاهلي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم.